بعد أن أصبحت تونس، المغرب وتركيا من بين الوجهات الكلاسيكية للجزائريين لقضاء العطلة الصيفية، تختار الكثير من العائلات هذا العام الوجهات الآسيوية كأندونيسيا، ماليزيا وغيرها، لكن تكلفة قضاء 10 أيام فيها ليست في متناول كل الجزائريين. البلدان الآسيوية كاين كما قلت لك، درنا اندونيسيا، درنا ماليزيا، كما هذا درناها 20 مليون و900. كوالالمبور مثلا، مدينة مالاكا، مدينة بوتراجايا، مدينة جزيرة لانكاوي، جزيرة بينينغ. إقبال يعني دائما الطبقة المتوسطة من الأطباء، من المهندسين، من التعليم مثلا يعني. أما الميسورين الحال ربما يختاروا الفي في تاع 5 نجوم. وهناك من ميسوري الحال من يفضلون قضاء عطلة صيفية فاخرة وبكل مواصفات الرفاهية والرقي، بداية من النقل الجوي الشخصي ووصولا إلى الإقامة في إحدى الفنادق الفخمة من صنف الVIP. مثلا عندي رحلة لو 31 جويي، ان فواياج VIP بكل المواصفات. وين؟ في أنطاليا، فندق 5 نجوم بلوس، يعني تقدر تسميه حتى 6 نجوم، في الالترا اول انكلوزيف يعني، وفيه كل المواصفات ابوبري كيما الفواياج هذا يدير 30 مليون لواحد. الفواياج من نوع هذا مش راح يروح وحده، راح يروح مع العائله تاعو. العائله تاعو اقل شيء 4-5 اشخاص، وضرب الثمن في هذاك العدد راح يكون مبلغ كبير. ولمن يريد قضاء عطلة خيالية في إحدى المنتجعات السياحية الساحرة بجزر المالديف، أو القيام بجولة إلى أمريكا الشمالية عبر باخرة تتوفر بها كل مقاييس الرفاهية، فإن قيمة تكلفة الأسبوع الواحد لن تقل عن 100 مليون سنتيم. رحلة تاع اون كروازير يعني بحال هذه اللي ممكن تقعد أكثر من 20 يوم في البحر وتشمل عدة دول، ممكن تلحق ال1 دينار أو أكثر من 1 دينار بالنسبة للفرد الواحد. الخدمات تكون من أرقى ما يكون. ناخذوا جزر المالديف اللي ما راهيش متاحة لكل واحد، لأن أولا التذكرة نتاعها يعني غالية وغالية جدا. ضف إلى ذلك يعني هي تقريبا عبارة عن منتجعات سياحية خارقة للعادة، السعر تاعها مرتفع ومرتفع جدا. هي الوجهات التي باتت أكثر طلبا لدى الوكالات السياحية الجزائرية، لكنها ليست في متناول عامة الجزائريين. أما ذوي الدخل المحدود فما عليهم سوى الوجهات الوطنية أو تونس كأفضل الوجهات.